حي نشكرهم على الاستقبال، شكرا جزيلا على الاستقبال، والله اخوه. مستعدين مباراة الإياب؟ ما فريمون سي ان اكوي فراتيرنال. فوالا حنا رانا مستعدين باش يعني نلعبوا المقابله. دوك لا ريكوبيراسيون شوفوا كيفاه ريكوبيرينا، لا في ديجا ان تيت ريكوبير. هذه النتيجة حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراره بشأن مباراة اتحاد الجزائر وضيفه نهضة بركان المغربي في الغباء السياسي مصيبة في العالم، انه القميص هذايا راهو قميص معتمد من الكاف. البركانية منذ أول مشاركة ديالها المنافسات القارية وهي تحمل خارطة المملكة المغربية. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة أخبار الرجاء العالمي. فكيف ما بالكم في البدايه ديال الحلقه، اليوم غادي نتكلموا على المقابله اللي غادي تجمع نهضة بركان مع اتحاد العاصمه. هذه المقابله اللي ما كانتش تلعبات في الذهاب وكانت خلقات ضجه اعلاميه كبيره، خصوصا بعد رفض نظام الكبرانات دخول القميص ديال نهضة بركان للاراضي الجزائريه. فكيف ما العاده ما نطولش عليكم، نخليكم مع الانترو ونبداو حلقتنا. رايحين يوم الجمعه البركان، راح باش نلعبوا المقابله هذه اليوم الجمعه. جبنا طياره خاصه تاع ايجيبتر هذيك ونلعبوا نروحوا ونشوفوا الماء كيفاش يعني في بركان هذا كيفاش فوالا. هذا البقر من الورود عربونا المحبه والصداقه. شكرا باسم المكون الرياضي المغربي، باسم الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفريق نهضة البركانيه، نوضعوا لها الاشارات من كل الوسائل اللوجستيكيه والملاعب ان شاء الله، ونتمنى لكم مقام طيب في الفتره ديالكم باذن الله، ومرحبا بكم مره اخرى في بلدكم الثاني المغرب. مرحبا بكم. الفيديو الاول كيحمل تصريح ديال رئيس فريق اتحاد العاصمه الجزائري من بعد النهايه ديال المسرحيه اللي دارها نظام الكبرانات في المباراه ديال الذهاب، وكان الجواب ديالو على السؤال واش غادي تنقلوا للمغرب لاجراء مباراه الاياب، كان اكد يوم الاحد الماضي بانهم غادي يجيو المغرب وغادي يلعبوا المقابله. اما الفيديو الثاني فهو كيوضح الاستقبال اللي داروه المسؤولين ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والمسؤولين ديال نادي نهضة بركان للبعثه ديال فريق اتحاد العاصمه. وهنايا الصراحه بغيت نوقف واحد النقطه اللي هي مهمه، وبغيت نطرح واحد التساؤل باش نحاول نفهم العقليه ديال النخبه الحكيمه الجاره اللي عندنا هوك، وبغيت نعرف السبب علاش ما تجراتش المقابله ديال الاياب والتي ألغيت بعد مصادرة السلطات الجزائرية لقمصان النادي المغربي. لكنه لم يلعب كما كان منتظرا، رغم أن الجميع كان ينتظر عودة الطرف المغربي إلى العقل وعدم المشاركة بأمر يهين السيادة الجزائرية. بقاو مع آخر جملة اللي قالها السيد، هو أمر يهين السيادة الجزائرية. وغادي نطرح أول تساؤل عاوتاني مور ما تلقيت الجواب على السؤال ديالي الأول. السؤال الأول اللي غادي نطرح غادي يكون عنده شق رياضي. شنو اللي يمنعكم بأنكم تلعبوا مباراة الإياب، خصوصا بأنها غادي تجرى في بركان ونهضة بركان غادي تلعب بالقميص الرسمي ديالها اللي كيحمل الخريطة كاملة ديال المملكة المغربية الشريفة؟ للاسف هذا السؤال هذا ما لقيتش ليه الجواب في المجموعه ديال الفيديوهات اللي كنت كنشوف. والا كان شي جزائري عنده شي راي اخر وبغى يدير شي رد يخليه لينا في التعليقات وانا موجود باش نجاوب، ولكن ما حد ما لقيتش جواب فانا غادي نجاوب. الجواب الاول واللي طاح ليا في راسي قلت واقيلا هادو باغيين يسيو هاد لوطيل هذا، سحب لهم هادشي مصاوب بالذكاء الاصطناعي وبغاو يتاكدوا منه. والجواب الثاني واللي كيبان ليا هو اكثر موضوعيه، وهو في حاله عدم السفر ديال فريق اتحاد العاصمه للمغرب لاجراء المقابله ديال الاياب فانه يمكن له يتعرض لعقوبات من طرف الكاف، واللي تقدر توصل للحرمان ديال الفريق من المشاركه في المسابقات الافريقيه لمده سنتين القادمه. هذه العقوبات اللي تقدر تطور وتقدر توصل ايضا لمنع جميع الفرق الجزائريه والمنتخب الوطني الجزائري من المشاركات الافريقيه لمده سنتين. وهذا الشيء بطبيعه الحال الى قرر رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع تتبع الملف الى اخر نقطه. علاش قلت بحال هكا؟ نخليكم مع الفيديو. انه القميص هذايا راهو قميص معتمد من الكاف. هزوه للكاف وخذاو عليه تاشيره باش يلعبوا به. شكون منع القميص؟ ما منعتوش الجامعه الجزائريه لكره القدم، ما منعوش الاتحاد العاصمه، منعته السلطات الجمهوريه والامنيه الجزائري الحكومه، وبالتالي تدخل سياسي في مقابله كره قدم. اكره حاجه تكرهها الفيفا والكاف بالنسبه لهم، الكاف اللي تحت مظله الفيفا بالنسبه لهم هذا موضوع مش تابو، الغاد من تابو، وبالتالي الجزائر بغباء سياسي حصلت في المحظور ويحمدوا ربي اللي وقفوا عند هذا الحد،
يمكن تتطور الامور، يمكن يقع معاقبه الاتحاد الجزائري كره القدم بعقوبات اكبر من ذلك. وانا صراحه مع هاد الجمله هذه اللي تقالت في الاخر، بغينا الامور تزيد تطور، خصوصا مع القرار اللي خدا الكاف يوم 24 ابريل واللي قرر فيه الفوز ديال نهضه بركان ب3-0، وقرر ايضا تحويل الملف للجنه الاخلاقيات لدراسه عقوبات اخرى في حق اتحاد العاصمه الجزائري وفي حق الاتحاد الجزائري لكره القدم. اما السؤال الثاني اللي جا للذهن ديالي من مور ما سمعت بان هذا امر كيخص السياده الجزائريه، أمر يهين السيادة الجزائرية، هو واحد التساؤل اللي عنده واحد الشق سياسي، نخليه هنايا الحقيقه الرئيس ديالكم خايب السميه هو اللي يجاوبك. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، راها في الأمم المتحدة في باب تصفية الاستعمار. واش المشكل؟ احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. وش جاب الجاب؟ وش داك العدو مول؟ حتى انايا لحد الان تنقول اش جاب الجاب، مازال ما فهمتش. واحد الدوله كتقول لك انايا طرف مراقب وطرف محايد في واحد النزاع، للاسف وكيف ما بينات العاده ونظرا للغباء السياسي والدبلوماسي اللي كيتمتعوا به جيراننا، فهما دائما كيبينوا بانهم طرف في هذا النزاع. في اخر الحلقه ما نساوش نتمناو حظ سعيد لفريق نهضه بركان، ونتمناو بانه يفرجنا ان شاء الله في المقابله ديال غدا وينتصر ويتاهل ان شاء الله المقابله النهائيه، ولما لا يربح هذا الكاس هذا ان شاء الله. فإلا وصلتي معايا حتى لهنايا من الحلقه ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في التعليقات. الى عجبك المحتوى دير معاك شي جيم، ولا ما كنتيش ابونيت ابونا للحلقه. ومن هنايا حتى الحلقه الجايه غادي نقول لكم تهلاو.